اهلا بيكم. الحلقه اللي فاتت دي ناس كتير قوي انزعجوا منها واتهمونا ان احنا بنحاول نسيء لجيش مصر. احنا كفريق العمل انزعجنا جدا من الاتهام ده وقعدنا 3 ايام ما بننامش بنحاول ننفي عن نفسنا التهمه دي. خلينا نعترف الاول ان احنا بصراحه غلطنا لما قلنا ان الجيش مكانه على الحدود بيحمي موجه سلاحه للعدو مش للشعب. غلطنا لما قلنا ان الجيش ما ينفعش يا جماعه ينزل الشارع. بس انا فاكر ان انا سمعت الكلام ده من حد تاني برضه. اكيد الحد ده برضه خاين وعميل وعايز يخرب مصر. الجيش لما نزل الشارع يتكلم على مصر كمان 30-40 سنه. ادي واحد اهو مش فاهم اي حاجه في وظيفه الجيش وعمال يفتي. يا جماعه الجيش معروف مكانه، الجيش مكانه في الشارع. هو بس بعض الدول كده جيشها بيحمي الحدود ودول موجودين في مؤخره الامم زي الكلاب، لكن عندنا احنا لازم كل شويه الدبابات والمدرعات تنزل الشارع، والجنود بتوعنا يا جماعه لازم ينضلوا في المكان الصح في المدارس. فإننا الشرعية المسلحة. الشرعيه المسلحه دي يا جماعه بتيجي بعد الثورات اللي بتبقى ساعتين عصاري دي. في ثوره كده بتبقى ساعتين الناس بتخرج تتفسح فيها كده وتتمشى، تيجي بقى الشرعيه المسلحه دي ترمي عليهم عصير من فوق وكوبايات وعصير وكلام. شرعيه مسلحه. بس ده ما ينسيناش برضو يا جماعه ان احنا عندنا جنود بتناضل من اجل هدف ارقى واسمى واعلى من كده بكتير. ظراف قوي الناس دول والله، يعني في الدنيا مقضينها عربضه وفي الاخر عايزين يبقوا خير اجناد الارض. بمناسبه خير اجناد الارض، يعني مش عايز كل شويه حد يجي يقول لي خير اجناد الارض. يا ابني ما فيش حديث كده يا ابني، ده حديث موضوع النبي ما قالوش خير اجناد الارض. يا ابني يا حبيبي انت كده بتكذب على النبي. خير اجناد الارض يا ابني، حسني مبارك عمره ما كان خير اجناد الارض. خير اجناد الارض. طب بص تعالى كده، تعالى بص هنا كده، بص انا راضي ضميرك. ده منظر خير اجناد الارض. ويا عم لو انت مقتنع ان الحديث صحيح وان البخاري ما رضاش بس يحطه في صحيحه عشان هو منافس شويه من حسني مبارك والسيسي، فتعالى يا عم نتكلم بالعقل. دلوقتي انهي مصر اللي انت بتقول عليها خير اجناد الارض؟ مصر اللي بحدود سايكس بيكو دلوقتي، ولا مصر اللي لما كانت هي وغزه والسودان بلد واحده؟ وبعدين خير اجناد الارض دول اللي هم الشعب المصري كله، ولا شويه الناس اللي بيدفعوا رشوه عشان يدخلوا الجيش دول، ولا انهي خير اجناد الارض؟ بعدين تعالى كده يعني بص هنا كده، دول منظر خير اجناد الارض. بس احنا برضو معترفين ان احنا غلطنا الحلقه اللي فاتت. كانش ينفع نقعد نقول جيش الصلصه وزيت الزيتون والمكرونه. اولا المكرونه دي نعمه ربنا ما ينفعش نتريق عليها. ثانيا احنا بعقليتنا المدنيه دي يوم ما هنتخيل زيت الزيتون يعني هنتخيله على شويه سلطه كده وعليهم شويه ليمون، لكن لو احنا بعقليه عسكريه هنتخيل زيت الزيتون ده والعدو جاي نرشه قدامه يتزحلق فنقضي عليه وهيفيد برضو جنودنا في التسلخات. بس احنا برضو عارفين ان الجيش بتاعنا عنده اسلحه متطوره كده وبيستخدمها في الوقت الصح. كلنا شفناها قبل كده، شفناها باحداث مسبيرو واحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود وفي احداث المنصه ورابعه والنهضه وفي كل شوارع مصر. يا جماعه خير اجناد الارض برضه يعملوا اللي هم عايزينه. بس احنا يا جماعه بنغفر للجيش اي خطا طالما بيحمينا. يا جماعه الجيش بيحمينا يا جماعه. يا محمد الجيش بيحمينا. يا محمد وليد يا ابني الجيش بيحمينا يا ابني. امال هو وظيفته ايه؟ وليه كل واحد بيقوم بدوره في البلد دي بيقعد يذلنا بيه؟ انتوا فرقتوا ايه كده عن مجدي عبد الغني؟ يعني مجدي عبد الغني سنه 90 حط الكوره كده، حط ضربه الجزاء يقول لك حطيتها كده، حطيتها جون. ايوه ما انت جاي ليه؟ ما جاي تحطها بره فتفضلت علينا حطيتها جون. شويه كده بقى اجيب السباك يصلح لي الحنفيه يقول ايوه يا باشا صلحت لك الحنفيه. النجار يجي يصلح لي الدولاب يقول ايوه يا عم على فكره صلحت لك الدولاب. ها طب مش واخد فلوسك؟ الا جيش مصر يا جماعه. جيش مصر بيحمي مصر لله. يعني انت عمرك سمعت ان الضباط دول يعني ضباط الجيش ياخدوا اعلى مرتبات في مصر؟ يعني هل ليهم امتيازات كده وليهم شقق خاصه بيهم وسكن خاص بيهم؟ عمرك سمعت ان القوات المسلحه مثلا عامله لهم شواطئ خاصه كده بيهم وانديه خاصه بيهم؟ بيحموا لله يا جماعه. خير اجناد الارض. فهمت هنا هم ليه خير اجناد الارض. بعدين طالما الجيش بيحمينا كده يعني في حاجه هشد شعر منها. على فكره القصه اللي هقولها دي بيقولوا ان هي جد مش نكته. يحكى ان حصلت في مصر ثوره، فبيقولوا ان حماس دخلت من الحدود والجيش نايم، عدوا كوبري السلام والجيش نايم، فضلوا ماشيين والجيش نايم، وصلوا لطريق مصر اسكندريه الصحراوي والجيش نايم، وقفوا على باب سجن النطرون والجيش نايم. بيقول لك ان هم طلعوا شويه معتقلين كده هربوهم بره السجن والجيش نايم. يقوم يحصل ايه بقى؟ يقوم يحصل واحد من المعتقلين دول الشعب يختاروا رئيس والجيش نايم. يبقى مين بقى المفروض اللي يتحاكم في الليله دي كلها؟ مرسي. ايه اللي طلعوا معاهم؟ بعدين مش عايز كل شويه حد يقعد يقول لي يسقط حكم العسكر. يا عم انت جربت حكم العسكر؟ ايوه اقعد تقول لي بقى جمال عبد الناصر والسادات ومبارك كانوا عسكر. يا عم دول 60 سنه، يعني مش فتره كافيه خالص انك تحكم عليهم. بعدين صوابع ايدك مش زي بعضها. يعني افرض مثلا السيسي ما عجبناش، هراي وائل الغنيم اهو ميدان التحرير موجود. بس خلصت الحلقه، اشوفكم الحلقه الجايه. ما تنساش تعمل سبسكرايب من هنا وتتواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي رابطها موجوده تحت الفيديو. اتفرج على حلقتنا اللي فاتت، واهم حاجه